عاده، ويا رب ما يقطع لنا عاده. لما بيبقى عندنا مشوار كده دايما بنيجي نعمل الاكله دي كده على السريع. بجد اسهل اكله ممكن تعمليها كده لما يكون عندك مشوار وتبقي ايه ظبطتي ورديتي ايه كله برده عملتي ايه غدوه كده حلوه، وهي تنفع في اجواء الصيفيه دي جدا جدا جدا. احنا على قد ما نقدر ايه عايزين اكل سريع كده وخفيف، مش عايزين نقف في المطبخ كتير عشان الدنيا حر. يلا بينا كده ان شاء الله نبدا وعلى بركه الله، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم احلى ناس في الدنيا؟ فيديو جديد من قناتنا الجديده اسرار دينا ومطبخها. يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. جبت كيلو بطاطس وانا جاي مطبخنا بقى الجديد، ان شاء الله نعمل فيه فيديوهات حلوه تعجبكم ان شاء الله. برضو هظبط الاضاءه، معلش بقى ايه سامحوني لو الاضاءه مش احسن حاجه. هنحمر كده بقى بطاطس، وهنعمل حاجه اسمها مزاليكا. اللي هي ايه المزاليكا يا دينا؟ هي عباره عن ايه بقى المزاليكا؟ اللي هي القلب بتاع العجل والكلاوي والمخاصي. تمام، هي دي اسمها مزاليكا. هنعملها بطريقه حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. اشرب البطاطس كده على السريع، وشغلت القلبايه كمان عشان ايه ما تاخدش مني وقت. قشرنا بقى ايه البطاطس، هنقطعها بقى كده ايه صوابع، وزي ما قلتلكوا انا عشان الوقت فشغلت القلايه بتاعتي تسخن عقبال ما اخلص تقطيع البطاطس. ما عندناش وقت ومتاخرين، فايه اعملي سريع واعملي سهل بالنسبه لك ويخليكي تنجزي في الوقت. زي كده ايه ناخد بالنا من نفسنا برضو، ايه نهتم بشوية تفاصيل كده جوه المطبخ تخليكي ايه سريعة وتخلي الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لك. تمام، حطينا بقى البطاطس كده ايه تقلي براحتها، وتعالوا بقى اقول لكم شوية تكات وتفاصيل وحاجات تخلي الكبدة بقى الكلاوي القلوب اي حاجة تخص احشاء العجل تعمليها ازاي بالطريقه المظبوطه بطعم الاسكندراني اللي هو بقى صحيح 100% بقى. وخدي مني وما ترجعيش ورايا، انا اسكندرانيه وجدعه جدا. بتحطي بقى ايه اهم حاجه؟ تحطي شويه زيت حلوين. يعني انا ده تقريبا نص كيلو حطيت ربع كوبايه زيت. لازم الزيت يكون عندك كميته كده تكون ايه مظبوطه يعني. خلاص ولازم الزيت كمان يقدح كويس قوي. انا عايزه الكبده بقى او المزاليكا كده زي ما انتوا شايفين تكون بصوا تنزل تتش كده. شايفين بتتش ازاي؟ فايه ده ليه؟ عشان الزيت بتاعنا قادح كويس قوي. خلاص هتسيبيها بقى بصي عشان بس ايه تبقى ايه الموضوع كده ايه خطوات مظبوطه عشان تطلع معاكي الحاجه حلوه. الكلاوي القلوب المخاصي الحاجات دي بتنزل ميتها، مش زي الكبده بتحطيها ما بتنزلش ميه، انما الحاجات التانية بتنزل الميه بتاعتها وتشربها عشان تستوي، لان هي بتكون فيها عضه شويه وبتاخد شويه كده وقت غير الكبده. تمام، فاحنا هنسيبها بقى هي تنزل ميتها منها فيها وتشربها، واول ما تبتدي بقى تشطش معايا كده وتشرب الميه خالص هنرجع لها تاني. عقبال بقى ما هي تعمل كل الحاجات الحلوه اللي احنا قلنا عليها دي هقطع لهم كده ايه كانتالوب عشان يرطب بقى على قلبنا بقى الثوم والزيت والوقت متاخر وكده، فلازم حاجه بقى ايه ترطب كده على الصدر يعني. ماشي، انا هقطع بس نص كانتالوبيه، هي ما شاء الله كبيره، وانا بس والولاد اللي هناكل، وهم كمان كانوا طلبوا طين شوكي فجبت لهم بقى واحنا جايين، فما رضيتش اكتر عشان ما هدرش من الحاجه. ولو حصل ان في حاجه اتبقت بقى منك
دايما كده اعملي علبة فاكهة في التلاجة تكون جاهزة، خصوصا في يعني ايه في الصيف بقى. انتوا عارفين الفواكه الصيف، الكنتالوب، البطيخ، الحاجات اللي احنا ممكن نكسل نقطعها بعدين، لا قطعيها واعمليها في علبة، بس ما تقعدش وقت كتير في التلاجة. يعني ايه انتي والولاد كده تتسلوا عليها رايحين جايين. خلاص هنا بقى بعد ما المزاليكه بتاعتي شربت ميتها، شايفين الطشطشه والغليان ده، هو ده اللي انا عايزه اوصل له. هنزل عليها بمعلقه توم كده ايه حلوه. خلاص وافضل كده يقلب فيها كده اديها تشويحه. ويلا بينا بقى نحط بهاراتنا ايه، كزبره ناشفه وشويه كمون والملح. خلاص عايزه تحطي شويه فلفل اسود براحتك، بس انا ايه مش بحط. خلاص هنقلبهم كده ايه تقلبتين بقى، وش هتشمي بقى ريحه الثوم مع الكزبره بقى والكمون خطيره. خلاص التكايه بقى والتركيه اللي بيعملوها بقى المحلات بتاعه الكبده، اللي هي ايه معلقه الخل. اول ما تحطيها كده بتغلي كده وتعمل الريحه بقى اللي بتبقى ايه جايبانا من اخر الشارع دي، عارفينها ريحه الكبده اللي بتجرينا دي هو ده التكية في كده. بس هما بقى بيعملوا ايه، بيبقوا ناقعين التوم مع الخل مع كمان شوية من المية كده، حاجة بسيطة، والبهارات وكده، ويبقوا حاطينها بقى في ازازة كده. التوم ينزل العصارة بتاعته مع الخل، وبيرشوا بقى كده بيطشطشوا كده الطشة دي، عارفين الطشة دي هي دي. خلاص تقلبتين كده، وفي الاخر خالص بتخرطي بقى عليها فلفل حامي فلفل بارد زي ما تحبي. بس انا طبعا عشان كان عندي الفلفل لقيته حامي فما قطعتش عشان خاطر الولاد، وخليت الفلفل على جنب. وتعالوا بقى نشوف. انا كان نفسي كده يبقى فيه اوبشن في الفيديو كده ان انتوا تشموا الريحه وتدوقوا معانا. يلا بينا نشوف كده عملنا ايه. خلصنا غدانا كده على السريع اهو. وقطعنا كانتالوب، وانا جايبه لهم تين شوكي كمان لان هم عايزين ياكلوا تين شوكي. جربوا بقى الطريقه دي في المزاليكه بقى، في الكبده، في الكلاوي لوحدها، اي حاجه تخص احشاء العجل جربيها. دي الطريقه الاصليه للكبده الاسكندراني وما يتبعها من احشاء العجل. البطاطس المحمره اهي ما طلعتش قلي قوي بس شغال. ومعانا عيش، اللي عايز بقى يغمس، اللي عايز يعمل سندوتشات براحتهم. ده كان غدانا على السريع، بجد حلوه قوي قوي. انتوا بقى بتحبوا الفلفل الحامي حطوا براحتكم، بس انا خليته بقى بره عشان خاطر الاولاد، انا هاكله بقى مع نفسي. ومعانا هنا ايه عيش اسمر اللي هو الحبه الكامله. مش ماشيه على نظام معين، بس هقول لكم ايه حكايه الحبه الكامله، وهل فعلا ليها كده اساس ولا الدنيا ماشيه ازاي. بس بجد ليها فايده حلوه قوي، ان شاء الله نعملها فيديو بقى ايه لوحدها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، تكون فيديوهاتي قريبه لقلوبكم. انتظروني ان شاء الله على الف خير في فيديو جديد حلو بيكم. باي باي.